بقول لك يا بنت الناس، اديكي شايفه انا بتشلفط ازاي واحنا لسه على البر. يعني مثلا لو عايزه تخلعي اعتبري ان دي اخر دي اخر فرصه. بالراحه بالراحه، انت رجلك لسه. بالراحه. طيب انا بحبك على فكره ومش هقدر استغنى عنك. انا ايه؟ ما سمعتش بتقولي ايه؟ لا انت سمعت. يعني هتوجع تاني؟ خلاص يا نور. انت قلتي ايه؟ بحبك وايه؟ مش هقدر استغنى عنك. شويش شويش. بالراحه بالراحه. مش عارف يا ابو اسامه، تفتكر ان احنا اعتمدنا على حكيم بشكل اكتر من اللازم؟ الدكتور حكيم ذكي ومهم، بس كان وده وقت كثير عشان يقوم بعملية كبيرة زي هذه. انا فهمت من الدكاتره اللي انت قدامك عمليتين كده وترجع معايا على القطاع ولا ايه؟ والله انا بقول لهم انا عايز اطلع على طول على القطاع، هم اللي مش راضيين، بيقولوا فيها شويه وقت. يا عم مش مهم الوقت، اهم حاجه ترجع زي الاول ان شاء الله. اخبار الدنيا هناك ايه؟ سيطره. العناصر اللي نفذت العمليه دي اغلبها اجنبيه، دخلوا مخصوص سينا عشان ينفذوا العمليه دي. 95% منهم اتصفوا على ايدين حضرتك، والباقي القوات بتمشط عشان تجيبهم. طب الحمد لله، دي اخبار حلوه. عارف اللي مضايقني؟ ما عرفتش احضر عزا ترديري. اطمن، الرجاله قامت بالواجب وزياده. طمني، اخبار الدكتوره امنه ايه؟ الدكتوره امنه محتاجه دلوقتي دعواتنا، لان امي دخلتها في مرحله الاختبارات. هتخليها تكسر البندق بسنانها وتشد لها شعرها والحاجات دي. انا بقول تاخدها معاك على العريش وانت راجع عشان تريحها من اللي هي فيه ده. يلا. اهلا يا عم دول، انت استحليت القعدة ولا ايه؟ ازيك يا هيما، وحشني. ازيك يا عامل ايه؟ يا سولم. ازيك يا هيما؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله زي الفل. مبروك مجالك يا سيدي، تتربى في عزك. ربنا يخليك. مجالك ايه؟ انت خلفت؟ امال ايه؟ تتكلم بجد؟ امال انت فاكر ايه يا ابني؟ وطبعا تعاطفا مع حالتي دي سميت نور. ولا اتعاطفت معاك لحظة يا ابني، انت بسبع تروح زي القطط. سميت ايه بقى على كده؟ سميتها حياة. اتفضل. حياه. لا لا مش حياة، حياة. حياه. حياة يا حبيبي مش حياة، انت لازم تكتب ايه محو امنيه دي. خلاص محو امنيه مفيش تعليق، حياه ايه مربوطه. لا استاذن انا، السلام عليكم. سلام يا قائد، نورت. لازم عندي شغل اخلصه قبل ما ارجع القطاع. 48 ساعه وتحصلني. في ظهرك. استمتع بالبيبي. تسلم. سلام يا رجاله. اقعد اسلم. سلام، انت جايب معاك ايه وانت جاي دلوقتي؟ انا جبت فاكهه الصبح. طب وانا مالي جبت الصبح؟ مش رحت وجيت تجيب حاجه تاني؟ ألف سلامة عليك يا نور. بسيطة إن شاء الله. الله يسلمك يا حسومه. تسلم يا حبيبي. صحيح انا شكلي مطول هنا شويه، وشكلك انت هتضم على اخوك ابراهيم هناك. لا ما تشغلش بالك بالشغل خالص. الرجالة كلها نفسها تبقى هناك. مالك؟ شكلك متضايق. الدكتور بيقول فيها 6 شهور وانا بقول 9 وهو بيهونها عليا. طب وإيه المشكلة؟ عايز انزل اشتغل. نور لعلمك بقى الإصابة دي نعمة كبيرة قوي من ربنا. طيب كم مرة رسمت سيناريو في دماغك وقلت ده السيناريو اللي انت نفسك فيه في حياتك وما يتحققش، وتقعد تتضايق وتقول اشمعنى انا، وبعد كده بتكتشف ان ربنا كاتب لك السيناريو الاعظم وتقول الحمد لله على كل اللي فات. نور احنا في نعمة كبيرة قوي ومش حاسين بيها، ولازم دايما نفتكرها عشان نبقى احسن. الف سلام عليك يا بطل. الله يسلمك. يعني انت ما كنتش عارف تمسك فيها شوية عشان تقعد معانا؟ حبيبتي امنه بتشتغل في العريش ومامتها هناك، يعني كان لازم ترجع. انا عرفت كل حاجة، وعايزة اقول لك على حاجة. بتعمل مكرونة بالبشاميل تاخد عليها 8 من 10. 8 من 10 مرة واحدة. انا موافق. موافق عليا. ان شاء الله اول ما تخرج من المستشفى انا وابوك نروح نطلب ايدها من اهلها. يا ماما انا لسه كنت بفكر. بتفكر في ايه بس؟ انت هتستعبطني؟ انا شايفه عينيك بتلمع ازاي اول ما هي بتخش كده وبتقل علينا. يا نور يا حبيبي، انا ما صدقت ان تبقى في بنت بتحبها من قلبك وانا كمان راضيه عنها.
نتكل على الله. هنشوف يا ماما لما اخرج من هنا بس ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. اتفضل يا خالد. اتفضل يا فندم. قول لي صحيح، ايه اخبار ادم؟ والله يا فندم مبسوط منه جدا، بيفاجئني. عايز اتكلم معاك في موضوع مهم. خير؟ هو انت هتفضل مقعد امنه جنبك كده العمر كله ولا ايه؟ ما تخلص القصه دي بقى يا نور. إيه انت مالك قلبت امي كده ليه؟ وبعدين اطمن، هي تمام مش متضايقه. لا انا مطمن، عايز اطمن على نفسي بقى، عايز اطمن على مستقبلي. اطمن على ايه؟ عايز تخلص مني يعني؟ لا اخلص منك كده، انت حبيبي. بس انا يعني كنت مديك تصريح كده قوي زمان لو فاكر. قلت لك لو شفتك في الكوشه هتجوز بعدها باسبوع. يعني ايه؟ يعني في موضوع وانت مخبي عليا؟ مش موضوع يعني. امال ايه؟ اخلص. مهندسه اتمرن تجديف هنا معايا في النادي، هاويه يعني مش بروفيشنال، بنت حلال قوي. طب يا ابني انا بشوفك كل اسبوع، ما قلتليش ليه؟ انا ما رضيتش اتكلم معاك اصلا واقول لك يعني، ولا اتكلم معاها لان انا كنت خايف الموضوع يعني يبقى طرف واحد. انت فاهم؟ اسلام، انت راجل بطل، اي واحده في الدنيا تتمناك، شرف ليها اصلا. انا عارف والله ما فيش في الدنيا احلى من منظر النيل ده. بس هم الجماعه بتوع المراكب دول يوطوا المزيكا شويه او ينسقوا مع بعض يشغلوا حاجه واحده، المزيكا بتخش على بعض دوشه. بس امك وامي انسجموا مع بعض على طول. ايوه انا امي اصلا لذيذه يعني، بتفك بسرعه كده مع الناس ولذيذه كده وانا امي كمان بصراحه لذيذه جدا، عسل يعني. لا بس يعني انا ماما بتفك يعني، فاهم؟ بص تاخدها على ناس بسرعه ازاي. وانا امي ايه يعني؟ ده امي عسل بقول لك. لا بس انا ماما والله بتفك بسرعه، شفت هي خدت عليها ازاي؟ فيها لذاذه كده طب انت روحي قولي لها انت كلمتين. لا لا والله قولي لها. يعني ليه ما تخافي ليه؟ انت جبانه ولا ايه؟ لا خالص، بس هي ألذ تعالي يعني. ده. لا هفهمك، بس هما الاثنين لذيذ خلاص. يعني اول مره اجي المكان ده، بس يعني حلو. انتوا بتسيبونا بس وبتروحوا فين؟ واقفين بنحب في بعض على النيل، ما فيهاش حاجه يعني. على فكره النيل كان بيضحك لكم. ده بيضحك لك انت يا قمر. الحقيقه انا مش عارفه ايه اللي جابنا بس في المطعم ده. انا كان ممكن اعمل لكم احلى اكل 100 مره احلى من الاكل ده. يا حبيبتي هو انت غاويه تعب؟ انا قلت اريحك شويه، وبعدين شايفه المنظر حلو ازاي؟ او تغيير. ومزيكا وحاجات. ايوه عندك حق، هو المنظر حلو وجميل جدا، وبرضه كان ممكن اعمل لكم مقلوبه ما حصلتش يعني، حتى احلى من الحاجه. مقلوبه حلوه يعني برضه. وماله، المرة الجاية ندوق المقلوبة بتاعتي. ان شاء الله ان شاء الله. بقول لك ايه، ده بقى فيه وصفات رايحه جايه وبقى فيه علاقات استراتيجيه، يعني الموضوع هو انت لسه شفت حاجه؟ ده كانوا بيكلموا بعض من يومين، بتقول لها اعلمك طريقه اللصيمه. الايه؟ اللصيمه. هي ايه الصميمة دي يا نور؟ لا مش صميمه، اسمها اللصيمه. هي اكله كده، زوزو عرفت السر بتاعها، هتبقى تحكي لك يعني. اوكي. بقول لك ايه، انا اللصيمه دي ما بحبهاش خالص. ولا انا. بجد؟ عشان ما يحصلش بس خلافات ولا بتاع. بما اننا متجمعين الجامعه الحلوه دي وبيننا المحبه، يا ريت نفرح القلبين الحلوين دول ونحدد ميعاد الفرح. ايه رايك يا حاجه؟ والله اللي تشوفه الدكتورة أنا موافقة عليه. ده كلام مظبوط جدا يا زاهد. يلا بقى يا نور نفرح بيكم انتوا الاثنين ولا ايه؟ والله عندك حق يا بابا، انا موافقه جدا جدا، وعماد كمان معانا ولا ايه يا عمده؟ ما انا اصل انا عارف نور هيقعد يقول لي بقى الشغل ومش الشغل، حبيبي الشغل ما بيخلصش، اتجوز يا حبيبي واشتغل، هي علقه هتاخدها مره واحده وخلاص. انا مش مصدق التحالف اللي معمول ده كله. وانت ايه رايك انت يا دكتور؟ يعني والله انا معاهم في التحالف ده، وانا رئيس التحالف ده. طيب هي الحقيقه انا كنت عاملها لكم فجاه، بس واضح ان انتوا حرقتوها لي خلاص. انا هنزل الشغل اليومين اللي جايين دول وهقدم على اجازه، وبعد 3 شهور من النهارده هيكون ميعاد الفرح. بس انا في النادي، انت من امتى بتعرفي زغراتي؟ يا صابرين. نور. وحشتيني يا صابرين. اخبارك ايه؟ ازيك يا ميس بسمه؟ ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ كويسه؟ الحمد لله. مين القمر دي؟ دي رنوجه بنت اختي. فاكره يا صابرين لما حكيت لك على رنوجه بنت اختي؟ ودي صابرين بقى اللي انا حكيت لك عليها. ازيك؟ الحمد لله. تعالي نوني معايا. ماشي. ازيك؟ اخبارك ايه؟ الحمد كويسه؟ لله يا فندم. بصي يا نور انا عملت ايه؟ انت شاطره جدا في التلوين يا صابرين. على فكره رنا كمان بتعرف تلون حلوه قوي، صح؟ انا بعرف اتكلم انجلش
My name is Sabrine. What's your name? My name is Rana. عايزة تلوني بالقلم ده يا صابرين؟ ماشي شوف. احنا عندنا معلومات مؤكده ان ابو دعاء موجود في بيت في مزرعه في الاحداثي ده، ونتم نقل اكتر من 45 عنصر في البيوت المحيطه بيه. القوات الجوية بتستعد لتنفيذ ضربة تستهدف بها مكان أبو دعاء وكل الأماكن المتواجد فيها العناصر في المنطقة دي. احنا في نفس الوقت هننفذ عمليه بمجموعه العمل الخاص للقبض على الارهابي حكيم اللي موجود في بيت في العريش. شوف انت عايز امتى واحنا جاهزين. انا عايز وحيد حي يا نور. يجي حي. حي اخيره. انا اللي اسمي العمليه المره دي. اخترت مين؟ الشهيد هاني نبيل. الزبون هنا. حبل المشنقة رحمة بالنسبة لك. هسيبك لأهل سينا هنا يتصرفوا معاك، بس مش بإيدي. أنت مش بني آدم، أنت شيطان. يلا يلا عشان تروح باي.